سر لعملية تكميم المعدة. خلونا نشوف في الأخير كل المعلومات اللي تحتاجيها عن تكميم المعدة، وما هو السر في هذه العملية اللي يخليك يعني تخلي بطنك كما هو ولا تلجئي لهذه العملية. شكرا على المتابعة أولا، ولا تنسونا باللايك والضغط على الاشتراك والصلاة على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وخلونا نبدأ. أول شيء نتعرف سريعا عن عملية تكميم المعدة. هي استئصال حوالي 80 أو 70% من حجم المعدة بهدف تقليل من كمية الطعام المستهلكة. يعني فقط يعني يوجد بعض الأشخاص يعملون ريجيم للتقليل من الطعام، لكن عملية تكميم المعدة هي فعالة في هذا الأمر بنسبة قليلة. يعني يلجأ لها البعض إلى هذه العملية لكي لا يعملوا ريجيم. وتكون هذه العملية منتشرة يعني حاليا للسمنة فقط، يعني للسمنة المفرطة. ليس لديك يعني جسم عادي تفعلين عملية تكميم معدة، لا، فهي خاصة بأصحاب السمنة المفرطة، يعني لكي يقللوا من الشهية ومن يعني ومن الأكل يعني العشوائي. هذه العملية ليس فقط تقلل من حجم المعدة، وإنما بل تقلل أيضا من مستوى هرمون الجليرين، وهو هرمون الجوع. انخفاض يؤدي إلى تغيير الشهية والرغبات الغذائية يعني جذريا. يعني أي واحد يأكل كثيرا يقلل من الطعام، لأن بعد هذه العملية يصبح الطعام ضار للمعدة. أيضا من فوائدها فهي تغير من الهرمون السكر مثل الأنسولين، يعني تضبطه في بعض الأحيان، تجعل توازن بينه وبين السكري. لكي لا نخطئ في هذه العملية فأنا أتكلم عن الأنسولين، يعني فقط خاصة بمرض السكري من النوع الثاني. أما النوع الأول فاستبعد ذلك، لأن خلاص يعني يكون البنكرياس يكون مريض ولا يستطيع أن يعني الإنسان يتحكم فيه، أو حتى هذه العملية لا تستطيع أن تتحكم في البنكرياس. نحن نتكلم فقط عن مرض السكري من النوع الثاني. هذه العملية أيضا تغير من مزاج الإنسان ومن إحساسه بالشبع. يعني عادة يكون يحب أطعمة قوية، يعني تكون فيها كثير من الدسمات والسعرات الحرارية، فيصبح يكرهها، كأن هذه الرغبة لا تعد يعني فعالة معه، لا يريد أن يأكل. فهذه العملية هي من تقوم بهذا الهرمون الشبع. نفهم من ذلك أن التكميم ليس مجرد تصغير للمعدة، بل تغيير في جميع شكل الجسم وحتى الهرمونات، يعني حتى النفسية تكون متغيرة مع الوقت والمزاج أيضا. لكي فقط نذكر ما هو السر الذي لا يتحدث عنه الكثيرون عن عملية تكميم المعدة، هي التغير على مستوى هرمونات الجسم. يعني قبل أن تغير وزنك هي تغير هرمونات الجسم. هناك من قام بهذه العملية يشعر باكتئاب لأنه لا يستطيع أن يأكل، وإن أكل يشعر بالشبع، يعني حتى أكلته المفضلة لم يعد لها قيمة، يعني دائما شبعان، دائما يريد ذلك الطعام ولا يستطيع أن يأكله. فهي أيضا تغير من هرمونات الجسم ومن طريقة التفكير والمزاج. وفي الأخير أنصح دائما بالأكل الصحي، ويكون يعني خالي من الخبز وخالي من الكربوهيدرات، يعني العوامل المسببة كالزيوت والدهنيات والمقليات. يعني لا داعي لتكميم المعدة، فهذه العملية فقط للإنسان يكون عنده سمنة مفرطة، يعني يتحكم فعلا في الوزن، ولكن عادة لا يستطيع أن يتحكم يعني بشكل سريع وفعال. فقد يكون لديه المزاج دائما مع الطعام، يعني حتى ولو استأصل معدته حيحاول يعني يأكل كل الوقت، كل ما سنحت له الفرصة. فهذا لا يعني أن تكميم المعدة يعني يقلل من الشهية، لا، هناك بعض الناس يعني لا زالت لديهم حب للطعام. فهذه العملية نقدر نقول أنها فعالة، لكن ب80 فقط بالمئة للناس الذي ليس لديهم رغبات في الطعام. يعني أفضل دائما العمل الرياضة والأكل الصحي وقلة التفكير. يعني التفكير الزائد يعطي بعض الأحيان نتائج سلبية. يعني هناك من يفكر فقط يعني بسلبية، يعني يأكل أكثر ما هو يحاول أن يعمل رياضة، فقط يأكل ويجلس. فأنا أفضل دائما كما قلنا الرياضة والطعام الصحي، ولا داعي لهذه العملية. إن كنتم لا تستطيعون يعني شد الرغبات تاعكم في الأكل، فلا داعي لهذه العملية. هناك من قام بهذه العملية عادت له سلبيا، يعني لديه دائما
ألم في البطن دائما، يعني لديه إحساس أنه سوف ينفجر، فهي تغير من طبيعة المعدة، ليس مثل ما خلقك الله. يعني اتركي دائما كوني دائما على طبيعة، كوني دائما على طبيعتك. ما لا تعطي أهمية للعمليات هذه الموجودة على الإنترنت أو التي تحفز بعض البشر، فإنها خطيرة في بعض الحالات. يعني تعمل مشاكل أكثر ما تعطي صحة ونشاط وجمال في الجسم. وأفضل كل من شافت يعني هذه العملية موجودة على الإنترنت ترى سلبياتها أكثر من إيجابياتها. يعني دائما حتى وإذا أردنا أن نشتري شيء نبحث عن سلبياته قبل يعني ما نبحث عن إيجابياته. فيمكن أن يعني البعض يعتاد على ذلك الأمر والبعض لا، يعني يدخل في حالة اكتئاب وحالة مرض نفسي. يعني نصبح في قصة أخرى. وأنا أفضل يعني الإنسان يشوف ما يساعده في الدنيا، ليس فقط عملت عملية أنا أيضا أعمل تلك العملية وأقلل من البطن وحجم البطن والدهون، لا. إذا كانت لديك فرصة يعني أكثر وأكبر يعني على تقليل من الدهون، فابحثي عن أمر آخر إلا تكميم المعدة، فإنك تغيرين من خلق الله وتغيرين من صحتك يعني بشكل كبير بدون أن تعرفين. إذا عندك واحدة في العائلة عملت عملية تكميم، اتركي لنا تعليق عنها واشرحي للبعض إذا كان لديك يعني استفادت من العملية أو لا. هذا فقط موضوعنا اليوم، شكرا على المتابعة. وإذا لديكم أيضا موضوع حبيتم يعني نتكلم فيه ضعونا في التعليقات، ولا تنسونا بلايك واشتراك لتصلكم جميع حلقاتنا إن شاء الله، وإلى اللقاء في عدد آخر.